أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم إلى ربكم
مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل بجلالها إنها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها ومتع فؤادك فإنها النفحات من خواتيم سورة الأنعام عشنا وتعايشنا بصوت العلم القرآني وقد التلاوة فضيلة القارئ الشيخ شريف محمد عبد الله طبلاوي الصغير وعضو بنقابة قراء مصر والمقيم بمدينة صان الحجر محافظة الشرقية
نقلت لكم هذه التلاوة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية لمنتج كارلو صوتيات العرب، عميد صوتيات مصر مهندس أسامة دسوقي الباز، والمقيم بمركز ومدينة الجمالية محافظة الدقهلية. قصور ضيافة العربي لأسطول الفراشة المتحرك ولؤلاء الإنارة الحديثة التي زينت وجملت هذا المكان بأحدث تقنيات النيزل لملوك الإنارة والفراشة للإمبراطور حاج محمد زكي حسين وأولاده، والمقيم بقرية الرضوان محافظة بورسعيد. واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة مؤسسة الملوك لأعمال الضيافة، حكم دار الضيافة الكابتن محمد داوود، والمقيم بمدينة المنزلة دقهلية. في انتظار التلاوة عبر شاشات الانترنت للعبقري والمبدع العالمي عبد الرحمن الباز، والمقيم بمدينة الجمالية دقهلية. كانت هذه التلاوة استهلالا ليلة التكريم والتأبين لعميد عموم عائلات موسى وعميد عموم عائلات بخيت بمحافظة سوهاج، الوالد الكريم رحمة الله عليه الحاج محمد خلف الله موسى، والذي اشتهر بالحاج محمد السوهاجي. أتقدم نيابة عن أبنائي الكرام الأستاذ ياسر محمد السوهاجي وإخوته، نيابة عن أشقاء الراحل الأكرمين والد الكريم عم الحاج جمال خلف الله، ونيابة أيضا عن الحاج صدام خلف الله، ونيابة عن الحاج النوبي خلف الله، ونيابة عن الحاج السيد خلف الله، ونيابة عن الحاج حسين خلف الله موسى وعمومتهم وأبناء عمومتهم. باسمهم جميعا أتقدم بخالص شكري إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. بالنص القرآني إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد لله الذي أضحك وأبكى، أياما كلما نودي أجاب، ومن جلاله ينشئ السحاب، أياما كلم موسى في الدجى كلاما ثم ألهمه الخطاب، أياما رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، أياما خص أحمدا واصطفاه وجعل بشفاعة أحمد عتق الرقابا، فكان صلى الله عليه وسلم صفوة ولد آدم ومولد شيس وشجاعة نوح وحلم إبراهيم وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وبشرى يعقوب وجمال يوسف وقوة موسى وتسبيح يونس وجهاد يوشع ونعمة داود وهيبة سليمان ووقار إلياس وزهد عيسى وعلم الخضر، فكان حقا أن يكرم من قبل الله عز وجل في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده كتب على نفسه البقاء وعلى سائر خلقه الفناء، فقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعاه ربه في حياته فقال إنك ميت وإنهم ميتون. أعيش مع حضراتكم في بضع دقائق حول الموت. الموت هو الحقيقة التي لا مفر منها، إن الموت قادم لا محالة.
أرسل الله عز وجل لنا على أرض الواقع إنذارا تلو الآخر، ثم أرسل الله عز وجل إنذار معنوي نقرأه في القرآن ونسمعه في القرآن. أما عن الإنذار المادي الذي نعيشه في كل يوم، حينما حضرت الوفاة لداود عليه السلام ودخل بيته ذات يوم فوجد رجل في ساحة البيت فقال له: من أين دخلت؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ ما توحد الله. فقال: أنا الذي لا تغلق أمامه الأبواب، أنا الذي لا يستأذن، أنا الذي أفرق الجماعات وهادم اللذات. فقال: إذن أنت ملك الموت، جئت قابضا أم زائرا؟ فقال: يا داود ما زرت أحدا قبلك، جئت قابضا. فقال: ألم ترسل لي إنذار؟ طب مش تقول لي إن أنت جاي؟ قال له: كم عمرك يا داود؟ يا داود أرسلت لك إنذارا تلو الآخر ولا تبالي. يا داود أين أبوك؟ أين أمك؟ أين جارك؟ أين صاحبك؟ أما كفاك هذه الأناظير يا داود؟ يا داود أين شبابك؟ ألم يبيض شعرك يا داود؟ ألم ينحني ظهرك؟ كل هذه أناظير تلو الأخرى على أرض الواقع. إذن الموت يرسل لنا كل يوم إنذار تلو الآخر. النهاردة عم الحاج محمد رحمة الله عليه أسأل ربي جل وعلا أن يطيب ثراه ويجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، وأن يغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، وأن يجعل له نصيبا من شفاعتنا فيه، فاللهم شفعنا فيه. حاج محمد النهاردة أبويا امبارح، جاري يقول امبارح، كل هذه أناظير تلو الأخرى. علشان ترجع ما بترجعش. هتعيش كم سنة؟ 60 70 100 هتموت. ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم نعاه ربه في حياته فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. طب خد سيدنا النبي، ربنا بيقول لسيدنا النبي في الآية 144 في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. سيدك النبي الذي أرسله ربه جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. سيدك النبي اللي قال: كنت نطفة وآدم بين الماء والتراب. وفي رواية أخرى: كنت نطفة وآدم مجدولا في طينته. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم الذي من أجله ولأجله خلق الله عز وجل هذا الكون لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيدك النبي في اللحظات الأخيرة، احنا في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة عليه. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة وفي أيامه الأخيرة اشتدت به الحمى، فابن مسعود بيقول له إيه؟ يا رسول الله، ما تصلى عليه، إنك لتوعك وعكا شديدا، إنك لتوعك وعكا شديدا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو رسول الله: يا ابن مسعود إني لأوعك مثل ما يوعك الرجلين منكم. قبل ما نشوف اللحظات الأخيرة في وفاة سيدنا النبي، تعالى نشوف أحد الصالحين سيدك عمرو بن العاص قال إيه عن الموت بعد ما توحد الله. حينما حضرت الوفاة كل أو أحد من المسلمين أو المؤمنين في عهد سيدنا عمرو بن العاص، فبيقول كلمة حلوة قوي، بيقول لك: ما من رجل عاقل وحكيم أتته سكرات الموت سكرة بعد سكرة يخبرنا عما يحدث في سكرات الموت. فلما حضرت الوفاة وسكرات الموت سيدنا عمرو بن العاص، فجاله عبد الله بن عمرو فقال له: يا أبتاه، طيلة حياتك كررت مرارا وتكرارا ما من رجل حكيم وعاقل أتته سكرات الموت سكرة بعد سكرة يخبرنا عما يحدث في سكرات الموت. فقال: يا عبد الله، والله إني لا أشعر كأني عصفور على مقلاة زيت. جاب عصفور وحطه على المقلاية كده على البوتاجاز، لا هو يموت فيرتاح ولا هو يعيش فيرتاح. يا عبد الله، والله إني لا أشعر كأني بين السماء والأرض وقد انطبقت السماء على الأرض، لا أنا أموت فأرتاح ولا أنا أعيش فأرتاح. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشيع خبر مرض سيدنا النبي في المدينة، اجتمع الناس في مسجد رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت به الحمى وقال: إن للموت لسكرات، بأبي وأمي هو رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات، فماذا عنا نحن عباد الله؟ وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: إن للموت لسكرات، أما عنا نحن أسأل الله عز وجل لنا العافية جميعا. عشنا في هذه الدنيا طولا بعرض، في هذه الدنيا يخاصم الأخ أخاه، ربما لا يكلم الابن أباه، ربما تخاصمت أنت وجارك لسنين عدة. من أجل ماذا؟ من أجل دنيا. طب اسمع ربك قال إيه عن الدنيا: وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. الدنيا اللي انت واخدها بالطول والعرض وبتظلم فيها علشان تجمع الأموال من حلال من حرام مش مهم، قل متاع الدنيا قليل. أيوة والله قليل قليل. فلما انتشر خبر مرض رسول الله اجتمع الصحابة بمسجد رسول الله، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوت ضجيج بالمسجد، فقال: يا عائشة، ما هذا الصوت؟ فقالت: يا رسول الله، لقد بلغ الناس خبر مرضك فاجتمعوا في مسجدك قلقون عليك بأبي وأمي. فقال: احملوني إلى مسجدي. فحملوه فصعد المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، لقد بلغني أنكم قلقون علي، فإني موعدي معكم ليس ها-هنا في الدنيا، إنما موعدي معكم على الحوض في الجنة. أيها الناس، إن عبدا قد خيره الله عز وجل بين الخلد في الدنيا ولقاء الله عز وجل، فاختار لقاء الله، فلم يفهم ولم يعي أحد من الحضور هذه الكلمات إلا واحد، أبو بكر. فوقف وسط المسجد يقول: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فديتك بمالي وبنفسي يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فأخذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون أبا بكر، فسيدنا النبي قال لهم إيه؟ اتركوا لي صاحبي، اتركوا لي صاحبي.
والله ما من أحد منكم له فضل علينا إلا وجزيناه بفضله في الدنيا إلا أبو بكر، لقد تركنا جزاؤه على من؟ على الله، اتركوا لصاحبي. ثم قال رسول الله، أنا أسرع في الأحداث لكي لا ينسحب الوقت من تحت أقدامنا. ثم قال رسول الله: أيها الناس، من كنت ضربت له بطنا أو أخذت له مالا فها هو أنا الآن فليقتص مني. فقام أحد الصحابة وكان عكاشة يتخطى الرقاب إلى أن وصل إلى منبر رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن بطنه الشريفة، فانكب عكاشة على بطن رسول الله وأخذ يبكي ويقبل في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلامس جسد رسول الله. فحينما مات رسول الله سئل: يا عكاشة لما فعلت هذا؟ فقال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حان أجله، فأردت أن أكون آخر جسد يلامس جسد رسول الله. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يعدد النصائح والوصايا لأمته إلى أن حملوه إلى غرفة عائشة، وجاءت لحظة القبض وخروج روحه الطيبة، وكلنا يعلم القصة جيدا. فقال ملك الموت: يا روح محمد بن عبد الله، اخرجي في روح وريحان إلى رب راض غير غضبان. ومات رسول الله. فخرجت السيدة عائشة إلى الصحابة بالمسجد فقالت: والله لقد مات رسول الله، لقد مات رسول الله. فمن الصحابة من أقعد شلت قدماه، ومنهم من أخرس لسانه، وأشهر عمر سيفه فقال: من قال أن محمد قد مات قطعت عنقه بالسيف، إنما ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى ابن عمران. وتماسك سيدنا أبو بكر الصديق ودخل على رسول الله وقال: وصاحباه، فديتك بأبي وأمي وبمالي يا رسول الله. ثم سمع صوت عمر بالخارج فخرج ووقف على منبر رسول الله وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأخذ يتلو قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنالك وقع السيف من يد عمر وقال: أو نزلت هذه الآية يا أبا بكر؟ وكان يحفظها حفظا جيدا. ثم تماسك عمر ودخل على جثمان النبي وقال كلمات لو تدبرها العقل والله لبكت القلوب دما. فقال عمر حينما وقف على جثمان النبي: ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي، الخطب أعظم قيمة من أدمعي، تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأجل من ذاك المصاب وأوجعي. فقد النبي فأظلمت كل الدنا، والحزن أحل بكل قلب موجع، ما زال بالقرآن فينا هاديا ليهدي الأنام بنوره المتشعشع. نحن في هذه الدنيا ما خلقنا إلا لغاية، ما جعلنا الله عز وجل في الدنيا إلا لعمل وجد للدار الآخرة، لفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ولكننا جعلنا في هذه الدنيا لكي ينظر بعضنا إلى الآخر، ونسينا قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني إيه؟ يعني اعلم إن أنت لو عشت 50 60 70 80 100 هتموت. يبقى أعمل إيه؟ خلص نفسك بنفسك وأنت على قيد الحياة. في حاجة شائعة معظمنا بيعملها، مش معظمنا، ده احنا كلنا بنعملها. لما أبويا يموت والجنازة في المسجد بنخش نتصلى على سيدنا النبي، يجي ابنه يقول لك إيه؟
من كان له دين معنوي عند أبي فليعفو وليصفح. من كان له دين معنوي، الدين المعنوي يا جماعة ده أخطر من الدين المادي. الدين المادي ممكن ابنك يقضي عنك، إنما الدين المعنوي من اللي هيقضي عنك؟ ما توحد الله. ده انت عايش انت وجارك بقالك 40 سنة وبينك وبين بعض مصانع الحداد، وما سامحكش وانت عايش. بعد ما تموت هيسامحك؟ ان سامحك بلسانه مش هيسامحك بقلبه. يعني ايه؟ يعني لو في بينك وبين حد خصومة على قيد الحياة، خلص نفسك قبل ما يفوت الأوان. خلص نفسك. انت مستني ايه؟ مستني لما يقف ابنك ويقول لك من كان له دين معنوي فليعفو وليصفح؟ والله ما مسامحك. ليه؟ ده انت قلت له في حياته سلسفيلك وسلسفيل ابوك واللي جاب امك واللي جاب خالك، طلعت عينه يا جدع، ومحاكم يمين وشمال ومش عارف ايه. هيسامحك؟ مش مسامحك. يعني ايه؟ لو انت غلطان في حق اخوك او هو غلطان في حقك، روح قول له ماليش بركه الا انت. اترمى تحت رجل امك وابوك اللي انت ما بقالك 10 12 سنه ما بتكلمهمش، اختك اللي انت ما دخلتش لها بيت بقالك النهارده 14 15 سنه، روح قول لها سامحيني يا اختي. صاحبك حبيبك، خلص نفسك بنفسك، علشان يوم القيامه هيتعلق في رقبتك وقول يا رب ده شتمني في اليوم الفلاني. ما هو مستني نص حسن عشان يخش الجنه. كلمات نقولها ولا نعيها. طيب بقى جاء في المرة الثانية وقال لك من كان له دين مادي فأنا كفيل به. فأنا كفيل به. وحصلت كتير بعد ما أبوه يموت تروح تقول له ده أبوك، يقول لك أنت عارف التراب، روح طلعه وخدها منه. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت جنازة إلى مسجده فقال أعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال صلوا عليه، صلوا عليه. فقام أحد الصحابة وقال أنا كفيل بدينه، أنا هسدد عنه يا رسول الله. متوحد الله. فصلى عليه رسول الله، ثم قابل هذا الصحابي بعد بضعة أيام فقال أقضيت عن صاحبك؟ أنت سددت الدين بتاعه؟ قال والله نسيت يا رسول الله. فقال إن لم تسدد عنه فإنه يعذب بدينه، بتعذب بيه. فقابله سيدنا النبي بعد كم يوم قال له أقضيت عن صاحبك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، الآن برد جلده وطاب مرقده. ده سيدك النبي. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. طب احنا ليه؟ احنا عايشين في دنيا علشان ايه؟ علشان نعمل للدار الآخرة، علشان نيجي كده فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. الكتاب نور اللي انت كاتبه ده، ما حدش كاتبه لك، ده انت اللي كاتبه. ده انا ما بعرفش اكتب. لا يا حبيبي، ده انت اللي كاتب وقاري كل حرف في الكتاب. قال ربنا جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا على رؤوس الأشهاد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تعال بقى نروح في سورة الحق بقى تفسير للآية دي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. مبسوط ليه؟ حال 100%. هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. اسمع بقى اللي بالآية الثانية اللي وراها على طول. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابي. ليه؟ ما هو محلش، ده عمل أسود طول الحياة، ده ظالم ووكل الميراث وعامل. ده احنا لو دخلنا في قصة الميراث إن شاء الله مش الشيخ الشريف ما عادش قارئ، الشيخ شريف مش هيقرأ. لو دخلنا في قصة الميراث والله كل واحد قاعد هنا أنا مش عارف أقول إيه إلا من رحم ربي. وأحذركم من أكل الميراث وأكل حقوق اليتامى. نختم بالآية دي. إلى من جمع الأموال بغير حق، إلى من طمع في مال أولاد أخيه، من طمع في مال أخته. بتعمل لمين؟ أنت بتظلم لمين؟ لابنك
اول واحد هيتخلى عنك الا من رحم ربي. ابنك اول واحد هيتخلى عنك. يا عم ازاي؟ ده انا مربيه، بس انت اكلته من حرام، انت دخلت جوفه لقمه حرام، انت ظلمت اخوك وظلمت اختك، وممكن ما كلمتش ابوك وكلت حق اخواتك علشان ابنك هيتخلى عنك. قصه صغيره، راجل كان عنده ولد وبنت، ويملك من حطام الدنيا 3 أفدنة، لا عايزه مجلس حزبي ولا المكتب ولا الجهاز المركزي المحاسبات، للذكر مثل حظ الانثيين. فراحت البنت بعد ال40 بتقول له يا اخويا اديني حقي من ورا ابويا. قال لها حق ايه يا ام حق؟ ده انا اللي سافرت الكويت والعراق وجمعت الفلوس ديت انا واشتريت الارض دي. يعني ايه؟ قال لها مالكيش حاجه عندي. قالت له يعني ايه؟ قال لها اعلى مفخلك اركبيه. فخرجت من عند اخيها مكسوره الخاطر مظلومه، فدعت دعوه قالت يا رب احرمه من حقه في الاخره كما حرمني من حقي في الدنيا. ونام على فراش المرض إلى أن جاءت لحظة الاحتضار، فعلمت الأخت بمرض أخيها واحتضار أخيها، فبعثت لابنها الأكبر يا بني إن مات خالك لا تدفنوه قبل أن أنظر إليه، أنا عايز أشوفه. فالولد خايف من الفضايح، فراح لابن خاله بيقول له يا ابني أبوك الوقت بين إيدين ربنا وعمتك هتعمل كذا، يا ابني بلاش فضايح، قول له يدي لها حقها علشان يقابل ربنا نضيف. قال له اسمع يا ابني، هو ما ادالهاش حقها وهو في كامل صحته وكامل قواه العقليه، هدي لها حقها دلوقتي؟ كل اللي انا طالبه منك ساعتين، اغسل خالك وادفنه وبعد كده روح طلع خالك، انت عارف التربه بتاعته فين، روح طلع وولع فيه. ده ابنك. اسمع ربنا بيقول لك ايه؟ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. بعد إيه؟ ده أنت كان قدامك 60 و70 و100 عشان ترجع ما رجعتش، عشان تحاسب نفسك ما حاسبتش. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما هو ما تلاقيش الابن فيه منفعة، ما تلاقيش أكل الحرام فيه منفعة. هنا يعض على أصابعه وعلى يديه بالندم، يا ليتني قدمت لحياتي. اسمع وعيد ربنا، بس قول سلم، وحد الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عذرا على الإطالة، فاللهم اغفر لراحلنا الكريم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم يا ربنا اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، اللهم اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه. اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربنا عامله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا ربنا أمطر عليه من السماء في قبره سحائب الرحمات ونسائم المغفرة. اجعل يا ربنا القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره. اللهم اجعل فترة مرضه في ميزان حسناته. اللهم أنزل منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا اجعل له في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنزل على قلب أهله وزويه ومحبيه
وكل من يعرفه رباط الصبر والسلوان. اللهم اربط على قلوبهم جميعا برباط الصبر والسلوان. إلهي لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أتقدم إلى حضراتكم بخالص الاعتذار إن كنت قد أطلت على حضراتكم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.